بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم على موضوع مهم، وهو موضوع عبادة جبر الخواطر. أول ما يتبادر للذهن كلمة عبادة نفتكر الصلاة والصوم والزكاة وصلة الرحم وبر الوالدين، وكل دي عبادات، لكن مش بيجي في دماغنا جبر الخواطر. أرجو بس قبل ما نبتدي ما تنسوش سبسكرايب للقناة وشير وكومنت وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا طيب. جبر الكلمة ديت لو احنا تأملنا في جمال الكلمة هنلاقيها جت من كلمة الجبار، وهو اسم أسماء الله الحسنى اللي بعض الناس بتفهمه خطأ، لكن جبر الخواطر جاية من كلمة الجبار. الجبار هو اللي بيجبر الفقير انه يبقى غني، ويجبر الخائف انه هو يبقى مطمئن، ويجبر المريض انه هو يبقى في صحة ويتعافى، بيجبر اللي بيتعرض لعثرة او فشل انه ينجح ويبقى كويس ويتفوق وكده يعني. وقال الامام سفيان الثوري: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. فجبر الخواطر بيدل على النفس الطيبة، سمو النفس وعظمة القلب ورجاحة العقل. ومن الحاجات الروايات اللي وردت في جبر الخواطر، روي أن الشيخ الشعراوي يعني تعب فاتصل بالطبيب بتاعه، فطبعا قال له لا مش انا هجي لك يعني. فراح له الطبيب بتاعه وكشف عليه وقرر له العلاج وكده، وفي الاخر قال له: يا شيخ يعني انا عاوزك يعني تدلنا على عبادة اتقرب بها الى الله. فقال له: جبر الخواطر. فاستغرب جبر الخواطر، فقال له الشيخ شعراوي: هل هناك أسوأ من الذي يكذب بالدين؟ المولى يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، إلى آخر الآية. قال له: فذلك الذي يدعو اليتيم يكسر خاطر اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، بيطرد المساكين وما يدلهمش أكل وما يستقبلهمش بوجه طيب ولا يطعمهم ولا يجبر خاطرهم. فويل للمصلين، تحذير لتارك الصلاة. لاحظ الترتيب، بيقول له لاحظ الترتيب في الآيات: التوحيد الأول، وبعدين جبر الخواطر، وبعدين ترك الصلاة. طيب، يعني من الحاجات والأمثلة اللي بيبقى فيها جبر الخواطر، أما بيتعرض حد لمصاب وفاة وكده، الواجب العزاء جبر خاطر. عندما يحضر الفقراء واليتامى والمساكين قسمة ميراث ويجبروا يعني يترادوا، يبقى ده برضه جبر خاطر. وإذا حضر القسمة كما قال المولى عز وجل: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. النساء الآية 8. وكذلك قول المولى عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. سورة الضحى الآيات 9 و10. وعندما أتى عبد الله بن أم مكتوم للرسول عليه السلام وقال له: علمني مما علمك الله، وكان الرسول عليه السلام مشغول مع صناديد قريش بدعوتهم للدخول الإسلام، فأعرض عنه فعاتبه المولى عز وجل في سورة عبس وتولى إن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عبس الآية 1 و4 سورة عبسة. المولى عز وجل عندما يقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. جبر خاطر. من صور جبر الخاطر انك تشتري للوالدين الحاجة اللي بتنقصهم من غير ما يطلبوا. جبر خاطر. ما تقول لهمش ولا تقول لهم عاوزين ايه، لا وانت شايف هم عاوزين ايه وتجيب لهم. جبر خاطر. ادخال الفرحة والسرور على الفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين. جبر خاطر. تسديد ديون المحتاج. جبر خاطر. كفالة اليتيم. جبر خاطر. انك تشتري من بائع متجول بيلف في الشمس اي حاجات حتى للاطفال وتديهم للاطفال اللي في الشارع. جبر خاطر. قبول اعتذار المخطئ. جبر خاطر.
إعانة الأرملة والمطلقة وكفالة الأيتام، جبر خاطر، خصوصا الأقارب يعني، أو إنك بتعمل لله دون أي هدف دنيوي. سداد ديون المحتاجين والغارمات، جبر خاطر. مؤانسة الفقراء والمحتاجين والسماع لهم، بتطيب خاطر الفقراء وتقعد معاهم تسمعهم، جبر خاطر. إنسان خسر في تجارة أو وقع في محنة، وإنك تواسيه، ولا إن شاء الله أنت ما شاء الله شاطر والجايات أحسن، وإن شاء الله بإذن الله يعني تعوضها في تجارات وحاجات تانية وكده، جبر خاطر. واحدة فقدت سند والعون في الحياة، جبر خاطر. إنسان تعرض لظلم من زبانية ووقفت جنبه وشديت وربطت عليه، جبر خاطر. واحدة مثلا مطلقة لظلم وأصبحت محتاجة وكده من الأهل، وكلنا بيتعرض حاجات كده، بتعرض قدامنا حاجات كده، جبر خاطر. واحدة طبعا بالنسبة للحريم، واحدة تأخرت في الزواج، برضو جبر خاطر. انت جميلة وممكن ربنا بيشير لك الأحسن وكده، أو تعرضت لمحنة ربنا يعوضك خير بإذن الله وانت كويسة وكده، وتطيب الخاطر، ده جبر خاطر. واحدة فقدت مثلا عريس زي كده، جبر خاطر ان تتواسى وكده، ويبقى لا ان شاء الله يمكن ما فيهوش خير، يمكن اللي جاي احسن بتاع كده. حد تعرض لمحنة عاطفية واحنا مثلا نعرف وبيحصل كتير، برضه نقف جنبه، ده برضه جبر خاطر. واحد فقد عمله مثلا، برضه يعني نقف جنبه ونسنده طيب خاطره لغاية ما يجد عمل ويشتغل، ونساعده في إيجاد عمل، ده جبر خاطر. إنسانة ابتليت برجل سيء وعندها أطفال وعايشة ومغلوبة على أمرها، يعني برضو بتتواسى برضو من المقربين منها وإنها تتحمل وكده، برضو جبر خاطر. أو رجل برضو على الجانب الآخر ابتلي بواحدة يعني ربنا يصلح حالها، يعني برضو إنك معلش تحمل عشان أولادك وبتاع، وما تسيبش ولادك، وبرضو يعني إيه تحمل وكده، جبر خاطر. واحد بريء وقع في مشكلة غصب عنه، إنك تقف جنبه وتعينه، جبر خاطر. واحد تعرض لمحنة مرض، جبر خاطر. فقد أحد أبنائه، جبر خاطر. برضو جبر الخواطر بالكلمة الطيبة. وابن عثيمين قال إن الكلمة قسمين، الأولى طيبة بذاتها وهي خاصة بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر وعورك، الكلمة طيبة بذاتها، وكلمة طيبة بالغاية بتاعتها، وهي إيه الخاصة بالتحدث مع الناس وتؤنسهم وتدخل السرور عليهم وكده، فدي كلمة طيبة بغايتها. ومن ورد الحاجات اللي احنا قرأناها وعرفناها وكده، ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان على شجرة، فالريح طيرت الجلباب بتاعه، فبعض الناس ضحكوا، يعني بعض القوم ضحكوا على ساقيه لأن كانت سيقانه رفيعة وكده، فما ضحكوا الرسول عليه السلام جبر خاطره وأعلى شأنه وبين مكانته عند ربنا سبحانه وتعالى، وقال والذي نفسي بيده إنهما لا أثقل من جبل أحد. واحنا عارفين جبل، طبعا جبل أحد بعظمته وكده عند في الإسلام. ومن أجمل العبادات اللي قيلت برضو في جبر الخواطر، عندما يكون الإنسان على حافة الانهيار ويحتاج الحنان أكثر من حاجته وهو كويس بالنصايح وكده، مش العتب، مش تعتب عليه، لا تقف جنبه. عندما يطلعك أحد على أسراره وما تخلوش يندم إن هو قال لك، ملوش يندم إن قال لك. ربما يختلف طباعنا لكننا جميعا نريد الاهتمام، جبر خاطر. مهما كان الإنسان قوي يمر بأوقات بيبقى فيها ضعيف وبقى فيه أمس حاجة الاحتواء جبر خاطر. من صار جابرا للخواطر بين الناس أدركه الله في جوف المخاطر. لا تحزن إذا جاء سهم قاتل من أقرب الناس، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيدك للحياة والابتسامة، جبر خاطر. لا تستدير لرؤية الماضي، فلو كان خيرا لكان
لكنت فيه الآن يعني جبر خاطر. وفي النهاية يعني الموضوع كبير، ويعني يطول فيه الكلام، لكن احنا بنحاول بس نلقي الضوء على الناس يعني تاخد بالها من موضوع جبر الخاطر ده. عبادة مهمة جدا. ويعني قبل ما يعني اختم، ما تنسوش طبعا سبسكرايب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان نقدر نختار موضوعات برضو نفيد بيها بعضنا. وفي النهاية بقول اذا انكسرت اسجد لله وقل يا جبار اجبرني، وإذا ظلمت اسجد لله وقل يا عادل انصرني، وإذا احترت اسجد لله وقول يا بصير أرشدني، وإذا احتجت اسجد لله وقول يا مجيب أجبني. فربنا لن يخذلك بإذن الله تعالى أبدا. فعبادة جبر الخواطر من العبادات الهامة اللي احنا اغلبنا بيغفل عنها. تطيب الخاطر وكلمة طيبة، ولا تعنيف ولا تقليل من شأن حد ولا حاجة. وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع.